يقول لك اماني ان سلاح الصحفي قلم فعلا، وسلاح المذيع كلمه ممكن تنقال توصل، لكن كلها اسلحه. لكن احنا اليوم في برنامج شباب قول وفعل انا واماني اعلنا التحدي، لكن هالمره سلاحنا لا هو قلم وسلاحنا لا هو كلام، سلاحنا كان فعل. لا انت كذا راح تخرعني. ايش رايكم نشوف التحدي؟ خفتي كنا صراحه خفت يعني جاي خاشه بعد وراك حسن. احنا قلنا كان التحدي قائم وفعلا صار تحدي بيني وبين زميلي حسن، بس شنو موضوع الاسلحه اللي معاك هذا راح نتكلم اكيد عليه بعد ما نشوف يمكن بعد ما نشوف التقرير اللي صار بيني وبينك. راح نشوف تقرير خاص بالتحدي، وعشان لا احد يخاف ولا تخافي في طلقات هذا السلاح غير حقيقي يا جماعه شكلا فقط. فخلينا نشوف معاكم هذا التحدي ونرجع معاكم ونفصل فيه اكثر. بعد ما يعني ضاعت أنا عميد مقاعد أحمد عيسى السليم وزارة الداخلية ومدير مجمع ميادين الرماية. ساعة مباركة، حياكم الله، نتشرف فيكم برنامج شباب قول وفعل. اسم البرنامج حلو ويونس وعسى الله يحفظكم ان شاء الله وتقدرون تلمون لنا اكبر عدد من الشباب. احنا طبيعة العمل اللي عندنا كان اول الكويتيين دائما اللي عندهم سلاح يا يروح البر ولا البحر ولا يتخشش عشان يرمي او يستعمل سلاحه. اليوم الشركة هذه وفرت الموضوع هذا لك. هي هواية حلوة وجميلة تقدر تستعمل سلاحك اذا سلاحك مرخص. انا اوجه كلامي حق بناتنا، ما شاء الله كان عليهم بنات الكويت يحبون الرمايه، انا ما توقعت ان البنت الكويتيه عندها هالموهبه. البنات اللي يجونا هني دائما متفوقات وياخذون مراكز اولى في البطولات اللي احنا نسويها. نفس الشيء بنات وزاره الداخليه الدفعه الاولى احنا كنا مسؤولين عن تعليمهم وتدريبهم، اليوم هم ابطال وزاره الداخليه في الرمايه. فالبنت الكويتيه عندها حب لهالهوايه وتحب تمارس موضوع الرمايه. قاعد ازلج ما قلت تاخرت هيك قلت انسحبت. ما تاخرت هذا انسحاب رسمي. اليوم التنافس قائم يا غالب يا غالب. كم طلقة؟ 5 طلقات. أول طلقة يتني رقم 9 بين 10 وبين 9، وثاني طلقة يتني بين 9 وبين 8، ثالث طلقة بين يعني للأسف طلعت. نشوف حسن كمية مش كذا، هل يا ترى بيقول ولا لا؟ يلا الجنطة بس أول عشان السيفتي وناخذ راحتنا شوي. لأن أماني بدلت السلاح وحطت لي سلاح مغشوش. كل طلقة قاعد تهنك صح ولا لا؟ لا قاعد يهنك السلاح مثل ما انتم شايفين، طلقة قاعد تعلق بالسلطران. يلا. 3
ماشي حاله كان السلاح، هم كان ماشي حاله. هني على 8 بدا يعلق، بين الثنتين كان السلاح يسحب لتحت. نقول له مبروك لانه فاز بالسلاح سنايبر، يعني ما شاء الله عليه جابها 10 رايت صراحه بالألمين. عشان نشرح بس شوي. طبعا سلاح السنايبر هو المسافه طويله جدا، يعني هو ابعد مسافه. لا 8 هو ابعد صح. ابعد اصعب. هو تحدي قائم وفعلا يعني فاز حسن علي، بس ما يمنع ان احنا نتعادل وفزت انا بالبقيه 9 ملي. عدل ولا لا؟ 9 ملي شوفي فيها حكي، تبين الحكي هني ولا داخل الاستديو؟ 10 الحكي فيه هني ولا داخل الاستديو؟ طبعا لا راح نتكلم اكثر يمكن داخل الاستديو. داخل الاستديو راح نحكي عن ازمه 9 ملي اللي كانت كلها بوش بوش. اعتقد ان سلاح 9 ملي احلى سلاحات عندي. شايفين وانا بقول عموما عشان ما حد يزعل، انا فزت بالسنايبر واماني فازت ب 9 ملي بالفرد، وبكذي صار تعادل بيني وبينها. يبقى الفصال والحكي النهائي والاخير داخل الاستديو عن رياضه الرمايه في ميادين للرمايه. راح ننتقل. يلا بعد ما يحتاج اماني، ما يحتاج جايبهم معاه. هذه نتيجه الاختبار اكيد. 10 و9 و9. طبعا اماني فازت بال9 ملي بالغش مثل ما كان واضح بالتقرير. لا 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 ابدا مو غش ابدا. هو اللي صار ان انا فزت بال9 ملي زين، وحسن هني فاز بالسلاح اللي هو سنايبر، بس هو مو غش ابدا، هو بوش فيه السلاح حسن. فثاني مره لزوم تجيب معك سلاحك انت. تاكيدا بس لتفوقي في هذه اللعبه على اماني، اعطونا بعض المعلومات قبل لا نمشي ان سلاح 9 ملي مسافته من 10 الى 25 متر للرمايه، اما السنايبر اللي انا فزت فيه فعالميا المقياس من 50 متر وما فوق طبعا. فانا نظري حاد يا عيني عليك يا حسن. يعني ما شاء الله عليه حسن فعلا. 9 ملي لا يعني طول معين، بس يعني ما شاء الله هذه تعتمد على النظر اكثر. فاهنيك الصراحه على الفوز. تعادلنا تعال. لا انا فزت بس على فكره المركز الاول. يلا انا بتنازل عن المركز الاول عشانك. لا 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 ابدا هو صار تعادل. عموما انا هذه فرصه حلوه جدا من خلال هذا التقرير وايضا ميادين للرمايه. نصيحه مهمه جدا، انا اليوم حرصت ان اجيب هذا السلاح معاي، وهو هذا السلاح على فكره فيك ما هو حقيقي، بس يعني نسوي جو شويه. لكن على فكره وايد ناس تقتني هذه الاسلحه. اتمنى من الجميع ان اللي عنده سلاح يرخصه، وحتى اللي عنده سلاح مرخص انه يحافظ على هذا السلاح في مكان امن جدا بعيد عن متناول اي شخص غريب، سواء كان صغير ولا كبير. واللي عنده هوس لهذه الرياضه لا يروح البر يرمي، لا يروحون بافراح وعروس تقعدون ترمون. ما في من الفرح في شيء. عندك طاقه تبي تفجرها، عندك موهبه في هذا المجال، الميادين موجوده امانه مفتوحه للشباب، مقابل والله يعني شيء رمزي. بالفعل شيء جدا رمزي. لا والرمي بعد بالذخيره الحيه، يعني بالضبط. تقدر ترمي على كيفك وتستمتع بالموهبه اللي عندك، وتكون في سيفتي وامان، وتقدر تستانس اكثر بدل لا تاذي الناس برا. على فكره في شيء ما حطيته، اماني ما درت انها قاعد ترمي في ذخيره حيه الا عقب ما خلصنا رمايه. شفت شلون؟ نطلع فاصل ونرجع معاكم من جديد.